في إطار الاحتفال بشهر التراث وبدعم من مديرية التراث الثقافي، نظم مركز الدراسات والأبحاث الحسانية بالعيون وبالشراكة مع مركز خبرة الصحراء للتوثيق والدراسات ببوجدور المقهى الأدبي الرابع دورة الأديب الراحل جمان للعالم تحت شعار الأدب الحساني معالم وحياة. بريجينا العروسي ومحمد شرع. الطبعة الرابعة من المقهى الأدبي والثقافي ببوجور تندرج في إطار محاولة جادة لتوسيع دائرة النقاش المعرفي حول مظاهر وتجليات حضور الشعر الحساني أو الغناء على لسان البيضان، حضور أسهمت فيه أسماء متميزة من المنطقة. وتأتي هذه الدورة تكريما لأحد ألمع أدباء المجال الصحراوي عربونا ووفاء لما قدمه للأدب الحساني إنه الأديب المرحوم جمان وللعالم. دورة سلطت الضوء على شعر جمان وللعالم ونشأته وتعليمه وشغفه بالعلوم الشرعية. برنامج شهر تراث 2023 منظم من طرف مركز الدراسات والأبحاث الحسانية طبعا مجموعة من الشركاء بهذا العنوان الكبير لهذه الشخصية الكبيرة جمان وللعالم الذي أبدع في جميع المجالات، سواء مجال التراب، سواء مجال الوصايا، سواء مجال الأخلاق، سواء مجال يعني التربية، وكان اللقاء متميزا. بطبيعة الحال شخصية جمال العالم كأديب وكمبدع تجلت في كونه رسم معالم حياة في هذه الجغرافيا الواسعة بإبداعاته المتألقة بأسلوبه الرفيع وهندسته للعبارة البديعة. أكيد أنه هذا الملتقى من خلال المداخلات ومن خلال التوصيات التي يخرج بها سيكون نقطة إضافة وقيمة مضافة من أجل يعني مؤسسة هذا الموروث الثقافي وجعله رافعة لكل ما من شأنه تطوير هذا يعني تطوير العمل الإنساني بهذه الربوع. أشكر من ساهم من قريب ومن بعيد في هذه المبادرة الكريمة لتكريم الراحل محمد ناجم العالم معروف جمان، وتكريم ليس تكريما لنا ولكن تكريما للجميع لأنه أب للجميع. لقاء أدبي قدم سلسلة قضايا بحثية بدأت باستعراض خوارزمية الطلل في الشعر الحساني جمان وللعالم نموذجا ومماثلة القيم في الأدب الحساني والفلسفة، كما كان لسوسيولوجيا الأدب الحساني نصيب من مداخلات اللقاء، مداخلات مختلفة نبشت في جوانب عديدة للأدب الحساني. في هذه الاحتفاء بأحد رموز الشعر الحساني في هذه النقطة من العالم، هذه النقطة المضيئة مدينة بوجدور جمان وللعالم، واليوم أعود بهذه المحبة يعني وهذا الحب الكبير اللي نشتركه معكم هون في هذه المدينة، وإن شاء الله لا تكون آخر مرة للقاء هؤلاء الأحبة هنا في هذه النقطة المضيئة. دورة الأديب والشاعر جمان وللعالم المنظمة تحت شعار الأدب الحساني معالم وحياة قدمت خلالها مداخلات تمحورت حول الإنتاج الشعري للشاعر جمان وللعالم، وتهدف الدورة إضافة إلى تكريم أعلام من الصحراء صياغة توصيات عملية من شأنها إحياء الموروث الحساني باعتباره مكونا أصيلا للهوية الوطنية.